في قرية من القرى بنت بتجيب جاروف وتحفر في قبر عشان تطلع منه العظم وتعمل له تحليل DNA، والعظم ده بتاع اخوها الصغير. عايزة تعرف ان كان مات بجد لانها شافت واحد شبهه بالظبط، وان اساسا اخوها ده يا مشاهد مات من 20 سنة، ولما اتدفن زمان كان مدفون قدام عينيها، مستحيل يكون عايش. ازاي شافته وهي كانت مستحيل تتخيل ان ده يبقى عايش؟ ودي كانت بداية هذا المسلسل اللي مليان بغموض، اللي تم ترشيحه على الانستا اللي زي الفل ومفيش حد بيقرب له. بيبدأ المسلسل في الصبح كله ضباب، 2 رجالة صيادين رايحين ناحية البحيرة اللي ما بين حدود ألمانيا وبولندا علشان يصطادوا، وهم ماشيين بيلاقوا جثة قدامهم. لسه هيرفعوا النظر يلاقوا جبل من الجثث قدام عينهم. أرعبهم المنظر، هربوا من الخوف. بعد فترة الشرطة عرفت طوقت المكان عشان تبدأ التحقيق، وبتلاقي جثث كتير، مئات من الجثث، بشر، حيوانات. الغريب إن الجثث مش كلها ميت في نفس الوقت، بل في جثث من مئات السنين. وبعد شوية الشرطة بتكتشف جثة لسه ما اتحللتش لحد وقتنا هذا، شبه جثة واحد من بولندا كان مفقود. وعشان كده الشرطة جابت محقق من بولندا وواحد من ألمانيا، علشان الحوار حصل على أرضين الدول دول، فإيه أرض محايدة. المفتش الألماني كان اسمه رولاند من قرية صغيرة، اللي القرية دي جنب المزرعة اللي اكتشفوا عليها الجثث. ورغم إنه سايب المنطقة بتاعته من زمان، بس كان خبرة وعرف اللي بيحصل فيها. المهم المحقق ده اللي مبعوث من الحكومة الألمانية كان معاه محقق زاك، محقق بولندي. المهم لما وصلوا هما الاثنين سأل الألماني عن القضية رقم 97. ايه يا مشاهد قضية 97 دي حصلت سنة 1997. طب ايه القضية؟ ان ابو الألماني كان محقق وكمان ابوه، وكان بيحقق فيها. ساعتها ابننا الألماني كان لسه ضابط شرطة جديد، فاحنا ما نعرفش القضية، بس المحقق البولندي شاكك انها مرتبطة بالجثث اللي احنا لسه لاقيينها. بس برضه بنعرف ان قضية 97 دي كان فيها 3 بني ادمين اختفوا، وبعد اسبوعين لقوا جثة واحدة من اللي اختفوا دول اللي كانت لولد. من الولد ده يبقى اخو زميلة الألماني. انتهتهم معايا بس اصبر يا مشاهد. المهم كان في 3 اشخاص اختفوا، لقينا منهم جثة واحد بس، وطبعا القضية ما وصلوش فيها لاي حل، فعلشان كده قاموا قفلوها. المهم بقى كنا احنا بنقول في زميلة كده بتاعت الألماني اللي لقينا جثة اخوها دي كان اسمها ماجدلينيا، فانا هسهل عليا وعليك يا مشاهد ومسميها ماجدة. المهم يا مشاهد بقى ماجدة من 20 سنة لما اخوها ده مات سابت التحقيق وسابت البلد وسابت كل حاجة. المهم الأولاد بيوصلوا لمكان الجثث ولسه التحقيق شغال، فبيدخل البولندي والألماني يشوفوا ايه الدنيا وسط تلال الجثث اللي مالية المكان، فراحوا يكلموا واحد يعرفوا التفاصيل زيادة. وخد عندك يا مشاهد الجثث اللي لقيناها في المزرعة المهجورة، المزرعة صاحبها اسمه أرثر، ومش عايز الشرطة تكمل تحقيق وماسك مسدس. أرثر يبقى أبو ماجدة، فالشرطة مش عايزة تدخل تكسر عظم أرثر، فاتصلت على ماجدة تشوف لها حل مع أبوها. فعلا ماجدة رجعت بعد سنين لأنها سايبة قلت لك المكان من زمان. وفي الوقت ده المحقق البولندي والألماني قاعدين يسألوا الصيادين اللي كان لقوا الجثث، بس هم على الله أصلا ما عرفوش أي حاجة فطلعوا براءة. المهم ساعتها المحققين سمعوا صوت طلقة جاية من بره. بعد ما خرج الضابط عرف إن الطلقة اللي ضربها هو أرثر صاحب المزرعة، وعمل حركة غشومية دي علشان قال يعني هيطرد الضباط من مزرعته. فالشرطة لا أنت كده بتأفور ومقررة هتدخل تكسر عليه الدنيا، تربى عليه البيت، والشرطة مستعدة بص هتدمر وهتفنش الدنيا. بس بتوصل ماجدة، وكانت هي الأمل اللي هيحل الموضوع من غير ما الشرطة تتغاشم وتكسر عظم وشه، وكانت الشرطة ناوية على حاجات محدش هينبسط بيها. المهم فعلا ماجدة بتيجي وبتدخل البيت اللي هي ما كانش جاته من زمان. لما دخلت حست بإحساس غريب قوي وكأنه مش مألوف عليها ومش متعودة عليه، وشافت أمها قاعدة، بس أمها ما كانتش مبسوطة بوجود بنتها وهزقتها إنها رجعت أصلا اللي رجعت، وقالت إنها مش مهتمية لوجود ماجدة. فماجدة ما اتضايقتش تماما من الحاجة، طلعت الدور اللي فوق عشان تلاقي برضه الأب أرثر اللي ما كانش هو كمان سعيد بوجود ماجدة. المهم بعد فترة ماجدة بتطلع من البيت وتقول خلاص الموضوع ضن، وإنها أقنعت أهلها يخرجوا من البيت وما عادش لزوم استخدام القوة. وعلى الرغم يا مشاهد إحنا ما نعرفش هي قالت لهم إيه، إلا إن ملامح وشها مش بيدي انطباع إنها مبسوطة ولا بتاعت فكاهة، لا. المهم أرثر كان مش عايز الشرطة تدخل مزرعته، وكمان الجثث اللي لقوها كانت عنده في المزرعة بتاعته، فبقى رقم واحد مشتبه بيه. فخدوا له الأوضة تحت الاستجواب عشان يستجوبوه، وبدأت الشرطة تعمل تحقيق شامل معاه، وفي نفس الوقت بيفتشوا البيت بتاعه. وهم بيحققوا معاه بيقول إن سنة 1999 لحد هذا اليوم ما زرعش أي حاجة في المزرعة بتاعته وما راحهاش أصلا، يعني سايبها بقيله ب 26 سنة، مع إن أصلا مشاهد المزرعة قريبة من بيته، بس نظره بدأ يضعف، وبقى حتى لما بيلبس النظارة مش بيشوف أكتر من 10 متر، ومع إن هو بيسمع كويس إلا إنه ما
وما سمعش اي حاجه غريبه جايه من المزرعه، فهو عشان كده ما يعرفش اي حاجه عن الجثث اللي لقوها. فالمحقق البولندي ما كترش معاه في الكلام، بس افتكر المحقق البولندي قضيه حصلت في دولته من اكتر من 50 سنه، وهي في فيضان حصل والنهر جاب جثتين للشاطئ. ساعتها ارثر صاحب المزرعه كان لسه شاب كده عشريني، لسه كله شباب. ساعتها لما حصل تحقيق في الجثتين دول، الشرطه اكتشفت انهم غرقوا، بس مش غريق عادي، لا لا لا، بل جريمه قتل. وساعتها الشرطه كانوا شاكين في 2، ومن ضمن الاتنين ده كان ارثر، يعني ارثر وواحد صاحبه. فغريبه يعني كده كل ما جريمه قتل تحصل يجيب ارثر من قفاه، فبقى شاكك فيه اكتر. بس بيرد ارثر ان الجثث اللي غرقت دي كانت غرقت في مزرعته، وكانوا عمال شغالين عنده في المزرعه، فطبيعي يشتبهوا فيه. ومع ذلك اصر انه ملوش علاقه بالاتنين اللي ماتوا في الغريق. فالبولندي سأله: طب تعرف اي معلومات عن المشتبه التاني اللي هو كان معاك المتهم؟ بعد شويه تفكير قال لا، ما يعرفش عنه حاجه. ساعتها الاستجواب خلص واطلقوا سراح ارثر، بس الشرطه قررت تحطه برضه تحت المراقبه عشان تحميه. وهي الشرطه بتفحص كل جثه من الجثث الكتير، اكتشفوا حاجه مهمه قوي، وهي في جثه من اللي موجوده كانت مطابقه تماما للجثه اللي اختفت في قضيه 97. بعد شويه فحوصات الشرطه عملت اجتماع، وبناء على المعلومات اللي جمعوهم قدروا يعرفوا ويقدروا وفاه الجثث دي، وانها متوزعه على 50 سنه مختلفه. يعني ايش تلاقي جثه ميته من 20 سنه وجثه ميته من 10 سنين، بس اقدم جثه ميته من 50 سنه، وبرضه كان حيوانات جثث. والشرطه مش عارفه القاتل بيقتل ليه، بس قدروا يتعرفوا على جثث كتير. وارثر صاحب المزرعه على الرغم ان هو عجوز ومش بيقدر يشوف، بس برضه كانت الشرطه حاطاه مشتبه فيه. بس برضه من جانب تاني نظرا لصحته التعبانه والهلاك وانه مش قادر يتنفس وانه مش هيقدر ينقل كل الجثث دي في الارض بتاعته، الشرطه مش شاكه فيه قوي. والشرطه بسبب جثث الحيوانات ده صعب عليهم يعرفوا اللي قتل ده هيقتل حيوانات ليه ولا بيهبب ايه. ولكن يا مشاهد كان في عامل مشترك وحيد بين كل الجثث اللي لقوها وحصل لها تشريح، وهي انهم كلهم كانهم اتعرضوا لنزيف حاد، وفي منهم في جثث منهم الدم بالكامل اللي فيها مش موجود. في الوقت ده كانت ماجدة عايزه تمشي لما افتكرت اخوها قاي، لانها كانت عايزه دايما ترعاه، وفي الاخر مات، وده كان السبب اللي خلاها عزلت من المكان ده وسابت اهلها. وهي ماجدة بتركب القطر وبتفتكر الذكريات من الماضي، وبصة ناحيه الشباك لبره. في اللحظه دي بيظهر شاب غريب طبق الأصل لأخوها كاي، كأنه واقف بره وبيبص لماجدة. في نفس الوقت في جثث من الجثث المقطعة رجعت للحياة، فالشرطة بسرعة نقلت الشخص ده المستشفى عشان يتعالج في الطوارئ. وبفضل تعب الدكاترة قدر الشخص ده يرجع يفوق من وعيه، بس ما قدرش يتكلم بسبب بقه اللي متقطع. فالبولندي طلب من الجثة طالما راجل مش قادر يتكلم انه يكتب اي حاجة، وافتكروا انه خلاص القضية اتحلت. بس لما بياخد الضحية القلم بيرسم رمز غريب، حتى الشرطة ما فهمتش ايه الرمز ده، وقبل ما الشرطة تقدر تحقق معاه بيتوفى الضحية. المهم ماجدة بعد ما شافت جثة اخوها في القطر رجعت للقرية، ومن 20 سنة كان شافت اخوها وهو بيدفن جثة بعينيها، بس ازاي واحد شبهه كده بيظهر دلوقتي؟ الا بقى اللي كان الشخص اللي مات من 20 سنة ده مش اخوها. فمن غير تردد حفرت قبر اخوها، وساعتها الشرطه كان بتحلل DNA للجثث، فقررت خلاص انها تعمل تحليل DNA لاخوها مع الحاجات بتاعت الشرطه. وقامت سرقت اللبس بتاعت التحليل الجنائي وهم بيبدلوا الشفتات، وهتدخل تحلل بنفسها. واتنقرت ببدله واقيه، راحت لمكان الحادثه، وكان المكان ده فيه الادوات اللي هتقدر فعلا تعمل بها التحاليل وتطلع نتيجه التحاليل ده في نفس اليوم. بسرعه حطت العينه في الصندوق مفكره ان النتائج هتظهر قريب، بس وهي ماشيه وسايبه المكان ماجدة بدات تلاحظ تجمع للناس حوالين الخيمه، ففضلها تروح تشوف فيه ايه، ولقت ان فعلا في حاجه غريبه بتحصل. فعلا بدات تتسلل، وهناك الرجاله اكتشفوا ان في باب حديد كان تحت الكوم بتاع الجثث وكانه ممر سري. فالشرطه جهزت فريق خاص من قوات مسلحه ومجهزه بالكاميرات علشان تنزل تتحقق ويدخلوا الكهف ده. وكان كهف كبير ضخم، والغريب ان الارض كانت متغطيه ببقايا بشريه على بقايا حيوانات مميته. ولما فريق الشرطه شغل الكشافات بتاعتهم لقوا برطمان ازاز كانت جواه البتاعه دي. لما ماجدة شافت المشهد استغربت بانصدام وعرفت معناها ايه، بس ما خدتش وقت كتير تفكر، كانت مشغوله في حاجات تاني. المهم المحقق الالماني لاحظ تعبيرات وشها. المهم ماجدة سابت المكان بسرعه ومشت، لانها ما بقتش ضابطه شرطه زي زمان، وجودها هنا خطر، والمنطقه دي محظوره ملهاش اي صلاحيات وممكن تروح في داهيه.
ورغم إنها كانت واخدة بالها إلى إن المحقق الألماني شافها، بس احترم إنهم كانوا زملاء زمان فما بلغش عنها، هو بس بعت لها رسالة يسألها عن إيه اللي حصل، لأنها مشاهد القضية من ساعة ما مسكها الأمن القومي، والألماني بقى عايز إيه منظره يبقى شخص كويس وحلو واخد الموضوع بجدية ومش عايز ماجدة تعمل أي غلط. ماجدة شافت الرسالة في الأول ترددت، ما كانش عايزة ترد، بس في الآخر رنت على المحقق الألماني واتفقت إنهم يقابلوا بعض. وفعلا بيوصل المحقق الألماني وبتوضح له ماجدة إن تصرفاتها الغريبة دي بسبب إنها شاكة إن أخوها الصغير لسه عايش، بس لو التحليل طلع بتاع DNA وأثبت إن أخوها ميت وإن هو اللي في المقبرة يبقى خلاص بتتخيل ومفيش أي حاجة وهي ست أوفر. أما بقى لو الجثة اللي مدفونة طلعت مش جثة أخوها يبقى اللي زيف موت أخوها متورط في هذه الجثة سكتين. واصلا يا مشاهد هي شاكة مين بقى اللي يكون متورط؟ أبوها وأبو المحقق الألماني، لأن هؤلاء الأبهات كانوا زملاء أيام زمان في التحقيقات وكانوا مسؤولين عن قضية موت أخوها، وهي مش مهتمية تعرف لو كانوا زيفوا موته ده ولا لأ ولا إيه، المهم تعرف هو أخوها الصغير مات بجد ولا لأ، ومش هتقدر تعمل أي حاجة غير تستنى التحليل DNA. لما المحقق الألماني عرف كل المعلومات دي محبش يضغط على ماجدة وسابها ومشي بعربيته، وكان برضه عنده فضول يعرف أخو ماجدة عايش ولا ميت ولا إيه. تاني يوم قبل ما بتيجي تحليلات DNA بيظهر مخبر مجهول الهوية، قال إن في راجل اسمه بول ده موجود في القرية، ربما يكون له علاقة بالجثث اللي اتلقت لأنه كان شارك في الحرب العالمية الثانية ولسه لحد دلوقتي عنده أسلحة مخبيها. فقام البولندي والألماني راحوا للبيت بتاع بول يفتشوا فيه. البولندي قام يفتش بره والألماني دخل جوه، وكان الألماني قابل بول ده وهو كان لسه صغير بس ما يعرفش عنه معلومات كتير. لما دخل المحقق انصدم بوجود أقنعة كتير بتاعت غاز، وكمان كان في أرنب مسلوخ، وقبل ما الألماني يستعجب لقي مسدس فجأة اتوجه لدماغه. المحقق البولندي اكتشف ايد مدفونة تحت الأرض في الحديقة وخلاه على طول فكر في كم الجثث وطلب الدعم بسرعة. أما بول قال حاجة غريبة للألماني، قال له هو أنت شريكهم؟ شريك الناس دي؟ الألماني ما فهمش شريك مين، هي مين الناس دي؟ كمل بول وقال إن أبو الألماني شكله سمع ليهم فبعتك أنت عشان تقتلني. برضو الألماني مش فاهم أبوه إيه علاقته وأبوه سمع مين ومين جاي يقتل مين. بس في اللحظة دي بيظهر البولندي وفي إيده سلاح والأمور بدأت تبقى متوترة في الكل. فالمحقق قال له إن هو شغال في الأمن القومي وإن هو مش منحاز لطرف، حتى لو أبوه له علاقة بالجثث هيقبض عليه وهيحتقله. فلما سمع الكلام بول هدي استسلم أخيرا، وبعد ما احتقلوا بول راح الألماني لمكان الحادثة يشوف صحابه في الطب الشرعي، وكانت اختبارات DNA وصلت. الأخبار يا رجالة عايزين نعرف DNA بتاع قاي ولا لا اللي كان في قضية 97. زميله هز راسه، أيوة يعني إيه؟ قالوا إنه مفيش تطابق. لما سمع كده المحقق حس إن القضية بقت معقدة أكتر مما كان فاكر، وإن ده طالما مش الحمض النووي بتاع قاي يبقى كلام ماجدة صح، ومعنى كده إن القضية 97 فيها خبايا وفساد وأسرار وبلاوي. المحقق الأول قرر يقول للماجدة الأخبار دي، وكانت هي أصلاً بتتابع المشهد من بعيد، ولما سمعت وعرفت بقت متوترة أكتر، وكانت متأكدة إن هي مش غلط واللي شك فيه صح، وإن قاي أخوها لسه عايش. بس أيا يكن بقى لازم ماجدة تلاقي أخوها وتعرف هم ليه زيفوا موته وليه أصلاً ما رجعش لعيلته لما هو ما ماتش. وقالت برضه للألماني يروح يتكلم مع أبوه لأنه كان مسؤول عن القضية دي سنة 97. أما هي هتدور على قاي وراحت للمكان اللي كان دايماً متعود يلعب فيه وهو طفل. نزلت للكهف، هناك بتلاقي برطمان ازاز على الارض زي بالظبط نفس الازاز اللي كان موجود في الكهف اللي في المزرعه، وافتكرت ان اخوها كان دايما بيحب يجمع الطحلب ولا بتاع الغريب ده مشاهد كان من الميه، كان برضه بيحب يجمعهم في برطمانات ازاز ايام ما كانوا صغيرين. فبدات توطي وتحفر في الارض، لما لاحظت حاجه لقت فعلا صندوق حديد. لما فتحته لقت جواه مسدس، فافتكرت ماجدة ان المسدس ده كان هديه من بول لما كانت طفله، وبعدها اديته لاخوها الصغير قاي. غريبة دول بيهادوا مسدسات لبعض، هتعرف ليه بيبادلوا المسدسات وعدم مشاهد. وده أكد الشكوك بتاع ماجدة، فدورت في كل مكان بس ما لقيتش أي أثر لأخوها قاي. فبدأت تسأل لو غلطت ولا فكرها ده صح وقاي اللي هيرجع من الموت، وحست بالعجز إنها مش لاقياه، فقررت تروح للمحقق الألماني على أمل إنه يعرف الحقيقة من أبوه. بس المحقق كان عايز يكلم أبوه على انفراد، مش عايز تدخل. وأول لما دخل البيت كسر على دماغ أبوه التلفزيون، وأبوه كان محقق متقاعد وكان دايما المحقق الألماني فخور بابوه، وابوه ليه علاقة بالقضية في سنة 97. المحقق حاسس بدمار. أما ماجدة سمعت الصوت العالي واللي بيزعقوا فجرت للبيت تهدي المحقق وحاولت يخليه يهدى. أما أبو الألماني كان عارف إن الحقيقة كده هتتكشف ولابد في يوم هتخرج. بكل هدوء بيمشي بعدين بيرجع وهو ماسك صندوق، وقال إن زمان ما كانش يتجرأ يجيب الصندوق ده
ولكن دلوقتي لما حس انه بيكذب وحس بالألم بصورته اللي اتهزت قدام ابنه، بس لا، لازم كله يعرف الحقيقة. ابنه مش فاهم ايه الصندوق اللي عامل عليه الحوار ده كله، فيه ايه بالظبط؟ ليه الصندوق ده يخليه يكذب ويخفي حقيقته؟ بس فتح الصندوق مع ماجدة وكان جواه شريط وتقارير عن التحقيق بتاع قضية 97. ارموا التقرير، شغلوا الشريط. بيظهر ابو المحقق وهو بيستجوب بول قال ان شاف كاي بعينيه وان الشخص اللي غرق مش هو كاي، وليه الشرطه بتتعاون مع الاشخاص دول. بعدها بدا بول يبقى منفعل اكتر ومتوتر ويعمل حركات. بعد ما شافوا اللقطات دي، ماجدة متاكده ان اخوها كاي لسه عايش، وعشان تلاقي اخوها اتسحبت لبيت ابوها، لان لو حد عارف فين مكان كاي هيبقى الراجل ابوها. بس ليه يخفوا عنها السر ده؟ كانت ماجدة عارفه ان ابوها وامها مش بيحبوها، هي مش متفاجئه. خدت المسدس ووجهته ناحيه امها. اسمعي يا ست انتي، لازم انا اعرف مكان كاي. فافتكرت امها لما ماجدة استخدمت المسدس ده زمان وضربت على ابوها بيه، وتحت استجواب ماجدة والضغط امها فعلا بدات توريها المكان في الخريطه ووصفته. بس المكان ده كان جوه حدود بولندا، فالوصول ليه صعب شويه لان بنتنا من المانيا، وما كانتش عايزه المحقق الالماني يجي معاها. فراحت بيأس لواحد صديقها تاني يساعدها، كان صاحبها ده اسمه ادريان، وده راجل مشلول، وكان عنده ابن عم، بس ابن عمه ده حويط يعني بيعرف يفهم بولندي. فقامت خدته، بس الاول اللي اتفقت مع ادريان انها تاخده، وراحت مع ابن عمه للموقع اللي كان على الخريطه. وبعد 6 ساعات من السفر وصلوا للمكان اللي وصفته ام ماجدة. ولما دخلت ماجدة شافت بركه من الدم، فخدت المسدس بتاعها كحمايه وطلعت بكل حذر للدور الثاني. ولكن فجاه طلع السجاده اللي تحت السرير. اخوها بقى كان دايما بيحب يستخبي تحت السرير على السجاده دي لما كانوا صغيرين. فكرت ليه ما يكونش مستخبي دلوقتي، وفعلا هتبص وان ممكن اخوها يكون تحت السرير فعلا. ولكن فجأة في حد ضرب نار على ماجدة، قدرت انها تتفادى الرصاصة من حسن حظها. بصت ماجدة لفوق فلقت راجل لابس قناع وماسك سلاح وجاي ناحيتها، ومع اقتراب الراجل ده بدأت تحاول تهرب ماجدة، بس اتصابت في طلقة في بطنها وهي بتهرب. وفي اللحظة اللي كان الراجل هيخلص على ماجدة، في حد غريب بينط من الشباك من الدور اللي فوق وقتل الراجل وشال ماجدة ومشي بيها. ماجدة مش فاهمة مين الشخص ده، قام حطها على الارض. اتصدمت لما عرفت ان ده يبقى اخوها كاي. وعلى الرغم ماجدة مشاهد كانت مستعدة ذهنيا، بس لسه صعب تصدق فكرة اخوها اللي لسه عايش. ده غير اخوها لسه عايش بنفس السن اللي مات فيه، اللي هو 20 سنة، كأنه ما كبرش يوم. فسألت ماجدة ايه اللي حصل السنين اللي فاتت، فكاي ما اخفاش عن اخته اي حاجة وبدأ يحكي لها بالتفاصيل. وهو الوقت اللي ماجدة كانت ضربت على ابوها نار من 20 سنة، في الوقت ده كان كلهم لسه صغيرين وكان بيلعبوا في الغابة، ومعاهم المحقق الألماني ايام ما كان لسه صغير، وادريانو اللي هو صديقها المشلول بس كان لسه بيمشي. كانوا بيلعبوا في مكان كانت حصلت فيه حرب، وده كان مشهور المكان بتاعهم ده ان ممكن تلاقي فيه جنود ميتين، عظم بتاع جنود او اسلحه. المهم في اليوم ده لقوا هيكل عظمي، وادريان بشجاعته راح يشوف ولقى قنبله يدويه لقاها جنب الهيكل ورماها على المحقق اللي مسكها وكان مرعوب من الخوف. وماجدة بسبب الفضول مسكتها هي كمان تلعب بيها ووريتها لاخوها كاي، وقام ادريان صرخ علشان يخوف الكل، وهو اصلا كان بيهزر، ولكن المحقق زعق له ان ما يعملش كده. بس ادريان ما اهتمش ووصف المحقق انه جبان، فاتضايق المحقق بالكلام ده وساب المكان ومشي. فبصت ماجدة لأدريان وقررت تمشي هي كمان، بس ما كانوش بعدوا قوي لحد ما سمعوا صوت انفجار القنبلة اللي أذت أدريان اللي خلته بقت مشلول. ولما رجعوا ولقوا إن أدريان فقد واحدة من رجليه وكان مغمى عليه، بدأت ماجدة والمحقق يعالجوا أدريان بسرعة. بدأوا ياخدوه بأسرع وقت للقرية عشان المساعدة. بعد ال3 لما مشوا بدأ كاي يقرب من الدم اللي على الأرض من الفضول ويشوفه. وبعد فترة لما رجعت ماجدة والمحقق وأدريان للبيت افتكروا إن كاي مش موجود. ماجدة خافت على اخوها انه يكون في خطر، رجعت بسرعه للغابه. لما وصلت اتصدمت من المشهد اللي شافته قدامها. تصرفات كاي رعبت ماجدة، رغم انها مش فاهمه هو عمل كده ليه. قربت منه حضنته حاولت تطمنه. في اللحظه دي ارثر ابو ماجدة جري، ولما شاف بق ابنه اللي مليان دم غضب بشكل غريب قوي وتجاهل ماجدة. وبدا ارثر يسحب ابنه للبيت ومسك سكينه كان مستعد يخلص عليه، بس عشان تنقذ اخوها ضربت النار على ابوها. ساعتها ارثر ما ماتش بس اتصاب. وبرضه ماجدة مش فاهمه هو بيتصرف كده ليه، حتى لو كاي بيشرب الدم ده فده مش مبرر ان ابوها يقتل ابنه. وماجدة قالت ان كاي ممكن يكون مصاب بمرض معدي او حاجه خليته اتجنن شويه، وهددت ابوها انه ياخد كاي للمستشفى يفحصوه. وكان الاب مش غضبان من تصرفات بنته ولا حتى من الطلقه، بس باين ان هو مخبي حاجه ومش عايز يقولها. في النهايه علشان يطمن ماجدة
أرثر أبوها قرر ياخد ابنه ويروح للمستشفى، وبعد الفحص الدكاترة ما لقتش أي علامات مرض في كاي، بل شخصوا سلوكه الغريب، ممكن يكون عنده اكتئاب أو واد اتنشن بيدور على الاهتمام. فسألت ماجدة الدكتور ازاي يا دكتور نعالج يعني الشخص ده؟ اقترح ان العيلة تشتري حيوان أليف لكاي، غالبا ده هيغير موده للأحسن، هيبقى حاجة إيجابية. فعلا كاي بيجيله حيوان الأليف لأول مرة وافتكروا ان ده هيغيره، بس الغريب بقى الأب بعد الحادثة تغيرت تصرفاته تماما مع ابنه، كان دايما بيراقب تصرفاته باستمرار، كل سلوكياته حركاته حتى تعبيرات وشه، وأول لما كاي يظهر أي إشارة لسفك دماء أو نية في شر أو هيتعصب أبوه كان بينزل في طحن على طول. والأغرب إن في الفترة دي كان دايما شخص لابس أسود كان بيقف قريب من بيتهم، وكل مرة يحصل كده كان أرثر بياخد المسدس ويروح علشان يطرد الشخص ده. في الأول كان ماجدة وكاي مش عارفين الشخص اللي لابس أسود ده مين، ولكن في مرة حاجة حصلت غيرت كاي وعرف الإجابة. كان ايه الحاجة دي اللي حصلت؟ لما كاي اتخانق مع زميله في الفصل وفي غضبه ضرب زميله بالبنية، الواد اللي خد البنية وشه تهشم وتحطم، وكانت ماجدة هناك وشافت المشهد اغمى عليها من الخوف. والغريب ان اهل الزميل ما رفعوش عليهم قضية، بس من الوقت ده كاي ما بقاش قادر يسيطر على نفسه في ان هو عايز دم، فكان كل يوم بالليل يخرج يصطاد الارانب ويشرب دمها. وفي مره وكان لسه هيشرب دم حيوان بيظهر فجاه الشخص اللي كان بيلبس اسود، وما كانش الشخص ده عنده نيه في اذيه كاي، بس لا، قال لكاي حاجه وترته. الراجل قال له انهم على الرغم ان الاتنين ما يعرفوش بعض، الا ان ابو كاي اللي هو أرثر وابو الراجل اللي لابس اسود راحوا هما الاتنين زاروا قبيلة قبل كده، وان هما الاتنين من الاشخاص القليلين الورثة من القبيلة دي. ايوه يعني ورث وين؟ اصبر يا مشاهد. وبعدين أرثر كان خان القبيلة بسبب مراته، ودلوقتي أرثر عايز يسيطر على ابن كاي، وكمل وقال له انا فاهم صعوبة ان انت تسيطر على شهوتك انك محتاج دم، وده شيء ممكن يكون مش سهل، ونصح كاي ان ما يعيش زي ابوه أرثر. ولكن استنى هنا يا مشاهد، معنى كده ان أرثر هو كمان بيحتاج دم وبيشرب دم، ونصح كاي انه ما يعيش على دم الحيوانات، وقال له ان اللي بيعتمد على دم الحيوانات مش هيقدر يعيش فترة طويلة، وان دم البشر هو بس اللي فيه مفعول بيبطل الشيخوخة. وعرض الراجل الغريب المساعدة على كاي، بس قال له ما تقولش لابوك أرثر. كمل كاي وهو بيحكي لاخته ان هو رفض للانضمام للشخص ده اللي لابس اسود، وبدل كده فضل مستمر في انه يشبع رغبته في الدم انه يشرب الحيوانات. بس بعد كام سنة الراجل اللي بيلبس اسود جاب ابوه، كان جابوا لكاي، والاب قال لكاي ان القبيله على وشك الانقراض، وان مفيش اي انثى من نوعهم ظهرت من 100 سنه، فسواء بقى كاي وافق او لا فالاب هيجبر كاي انه يجي معاه القبيله. وحتى الاب قال لكاي ان هو وأرثر ابوه كانوا اصدقاء قوي زمان، كان بيستوا وكان بيسيبوا جثث البشر والحيوانات في كهف هنا تحت المزرعه بعد ما يخلصوا عليهم، وحتى هيلاقي هياكل عظميه ويقدر كاي يستخدم المكان ده في المستقبل. وقال له كمان ان ابوه أرثر كان من انقى السلالات، سلاله معروفه بالدم النقي، وفي احتمال ان كاي يكون ورث من ابوه السلاله دي، فهم عايزين يستفيدوا من كاي او يستفيدوا من السلاله دي. المهم بعد ما خلص كلام كاي فهم مغزى الراجل ده والمعنى اللي ابو الراجل اللي لابس اسود بيقوله له، وان هو لازم يقتل الناس ويشرب دم البشر عشان يحافظ على السلاله دي. ولكن كاي مش عايز يعمل ده وقرر انه هيهرب، بس ما ابتعدش قوي لحد ما مسكوه وسحبوه. وكمل الاب ان كاي قرب من البلوغ، وان كاي هو الشخص الوحيد اللي يقدر يبقى الوريث، وكمان قال له انه لو انضم ليهم مش هيأذي عيله كاي. وفي النهايه ادى لكاي كتاب محدش يقدر يفهمه غير افراد القبيله، لانه كان عايز يتعلم اكتر عن عادات القبيله قبل ما ينضم ليها. ولكن سنه 97 حصل فيضان في نهر، الميه غرقت الدنيا وقتلت الحيوانات كتير، وده خلى كاي ما شربش دم لمده ايام، كان بقى متضايق ومتعصب ما بقاش هو. ساعتها ماجدة كانت بقت ضابطه في الشرطه، وساعتها كان بتدور على اخوها كاي، فلقت لون بشرته شاحب، ولقت ان الكلب الاليف بتاعه بقى غرقان في دمه. ماجدة افتكرت ان ده مرض كاي، رجع له وعمل له انتكاسه، حاولت تصحيه بس كاي رماها بعنف ولف وحاول يهرب، وفقدت ماجدة مكان اخوها الصغير. وبعد اسبوعين لما لقيته مره تانية كان لقيت اخوها بقى جثه، بس دلوقتي كاي عايش وواقف قدام ماجدة، وده معناها ان ابوها أرثر كان عارف ان كاي لسه عايش لحد دلوقتي، بس قرر ما يقولش لحد. فسالته ماجدة ايه اللي حصل بعد كده؟
كمل كاي في كلامه إنه لما دفع ماجدة ورماها لبعيد وهرب، لقى 2 متجوزين مسنين محاصرين في الفيضان، وكان شايلين شنطهم ومستعدين يمشوا. ولما شافوا كاي في حالة لا يرثى لها، افتكروا إنه فقد عيلته في الفيضان وكانوا عايزين ياخدوه معاهم. بس هو بيجمعوا حاجتهم، كاي شم دم الراجل العجوز، ما قدرش يمسك نفسه وقام غرقه، وجاب سكينة وقطع جلده علشان يشرب من دمه. بل وكمان عمل ده مع الست اللي هي كبيرة في السن، مراته. بعديها كاي مشي بالعربية والجثتين معاه، ودول كانوا ال3 اللي مختفيين في قضية 1997. بعدها أرسل أبوه زي في موته، وده السبب اللي خلى ماجدة اتخدعت في موته لأكتر من 20 سنة. بعدها اعتمد على ذاكرته وراح لكوخ خشبي اللي كان قال له عليه اللي لابس اسود. كان كوخ ما بين ألمانيا وبولندا، واصلا الكوخ ده كان دايما بيجيه وهو صغير. كان مع صديقه مارسون، ومارسون صاحبه من بولندا، والاتنين بما انهم من دول مختلفة الا ان كان ما بينهم صداقة حلوة. المهم كاي بقى شغال انه يخرج يصطاد علشان يشبع رغبته في الدم، وكان بياخد الجثث ويحطهم في العربية بتاعته ويطلع بيهم على المزرعة بتاعت ابوه. وكان معاه مفتاح الكهف من ابو الراجل اللي لابس اسود، وكان الراجل كأن متأكد ان كاي هيمتص دم البشر وهيستخدم الكهف ده. وفعلا كاي بقى مدمن على دم البشر، وكان بيخفي الجثث في الكهف. وياما شاف الجثث اللي ابوه وصاحب ابوه قتلهم، وان المزرعه ابوه كان واخدها كانها كفر لجرايمه، مش بيزرع فيها ولا حاجه. وكان كاي دايما بيصطاد الضحايا بتاعته بالليل، وكان فاكر ان ابوه وامه عمرهم ما هيكتشفوا اللي بيعملوا. فضل الوضع ده مشاهد شغال مع كاي 20 سنه، لحد ما جه ماراثون البولندي بيرجع لكوخ صاحبه يعني عشان يفتكر الذكريات الحلوه بتاعت الطفوله. وهناك شاف كاي اللي كان بنفس العمر ال20، مع ان مارسون استغرب، وده كان بسبب دم البشر اللي بيشربه كاي. وعلى الرغم مارسون مش مصدق اللي شايفه، بس اتعرف على صديقه كاي، بس ما يعرفش ان اللي كاي كان بيعمله. فخد صاحبه لبيته بلطفه، حلق له دقنه وقص له شعره وظبط له الدنيا. وكان مارسون بياخد كاي للبحيره علشان يصطاده وعشان يرجعه لحياته الطبيعيه. بس تعطش كاي للدم ما بقاش طبيعي. فمارسون رجع للبيت في يوم، لقى كاي عليه شعور الندم، وشاف مراته مقتوله جنب بركه من دمها. كان مارسون حاسس بكره وعايز يقتل كاي انتقام لمراته، بس لما شاف دموع كاي حس مارسون ان هو السبب في موت مراته، وفي يأسه ضرب على نفسه نار عشان يهرب من الدنيا. كان مارسون هو نفس الشخص اللي كان رجع للحياة بين الجثث. لما ماجدة سمعت القصة دي من اخوها حست بالدمار التام، على الرغم في الاول انها كانت مبسوطة قوي ان اخوها رجع للحياة من تاني، الى ان اخوها دلوقتي بقى وحش بيجري ورا الدم، وهي مش عارفة تتقبل ده، حتى انها اصلا مش مصدقة الفكرة ان اخوها الصغير ده قتل كل الناس دي. وعشان تخلي نفسها تصدق قامت قطعت كفها عشان تشوف كاي فعلا مدمن دم ولا ايه. واندهشت لما شافت ان كاي اول لما شاف الدم كانت عنده رغبة شديدة، بس مسك الكوباية وكسرها. وبعد ما هدي قال انه من ساعة ما ماراثون صاحبه توفى، من ساعتها ما شربش دم بشر من وقت كتير، وان الاشخاص اللي هم لابسين اسود عايزين يعرفوا مكانه ايه. يعني اسوأ حاجة هيعملوها هيقتلوه، بس طالما مش هيلاقوه هو فهيدوروا على اخته ماجدة. فنصحها ان هي ما تكملش في التحقيقات وتمشي من المكان بسرعة. سألته ماجدة لو كان شافوا وش الناس الغامضين دول وازاي ما عرفش اي حاجة عنهم بعد كل الوقت الطويل ده، فردوا ان هم غامضين، هيعرف عنهم معلومة ازاي؟ طمنته ماجدة انها هتلاقي طريقة تقبض على الناس دول وترجعوا لحياته الطبيعية. المهم المحقق البولندي في منزل خشبي وبدأ يدور في سجلات الجثث اللي لقاها، وبقى شاكك في المحقق الألماني. اما ماجدة دورت على المحقق وكان متضايق بسبب القضية بتاعت 97 وحوار ابوه. وزمان المحقق وماجدة كانوا صحاب قوي، كمان كان في علاقة حب صغيرة. نصحته ماجدة إن يتماسك وينشف، بس ما قالتلوش أي حاجة عن أخوها كاي، بس هو شكك في إن أخوها لسه عايش وما ماتش. بعدين المحقق قال لها إن هو لسه طفل في شخص غريب زارهم في البيت. بسرعة ساعتها أمه خدته وخبته تحت في البدروم، وقام راجل غريب قابل أبوه، وكان أبوه بيتخانق معاه. وبعدين لما أمه ماتت أبوه بدأ يتصرف تصرفات غريبة. فبعدها المحقق اعتقد إن أبوه عمل اتفاق مع الراجل الغريب عشان يحميه، وأصلا المحقق شكك إن أمه ماتت على ايد الراجل الغريب ده. فايا يكن المحقق الالماني مصمم انه لازم يلاقي الراجل الغريب ده ويعرفه. بعد ما ودعته رجعت ماجدة للبيت، وهناك شافت الشرطة بتراقب المنزل، فقررت تدخل بهدوء وتحاول تسأل أمها على شكوكها. سألتها إزاي عرفت مكان كاي، وليه أبوها أخفى حقيقة إن كاي كان عايش كل الفترة اللي فاتت، ليه كرهوها وخلوها سابت المكان من 20 سنة. وسألت كمان عن الراجل الغريب الغامض، وكانت ماجدة متأكدة إن أبوها عارف حاجة، حتى إنها شكت إن أبوها مشترك مع الراجل ده. بدأت تسأله أسئلة كتير خلت أرثر غضبان بشدة لدرجة جري عليها ومسكها من رقبتها. وبعد تدخل من أمها أرثر سابها وطلب منها تسيب التحقيق وإلا هتتسبب في وفاتها. وبعد ما هدي
قام طالع للدور اللي فوق، فراحت تاخد كوبايه ميه بس لقيتها مليانه بالدم الطازه اللي كانه لسه جايبينه دلوقتي. في الوقت نفسه المحقق البولندي كان بيدرس الرمز الغريب اللي سابته الضحيه، وبدا يفصصه ويجمعه من تاني لحد ما بيظهر قدامه اسم حس انه سمعه قبل كده. على جنب بقى كان في مدرسه غريبه قوي يا مشاهد، يعني هي ما بتقبلش الا الايتام اللي مش لاقيين مكان يروحوه، وبتقدم لهم وجبات ببلاش ومش بتدفع اي حد فلوس، بس كان في شرط واحد وهو ان يتبرع كل طالب بالدم كل شهر ويتحمل الاداره بتاعت المدرسه عشان قوانينها حازمه. بس على الرغم من كده كان الاطفال الايتام بيروحوا المدرسه بمزاجهم وعن خاطرهم عشان عايزين يحسنوا حياتهم او يغيروا مصيرهم. وكان في طالبه اسمها الونا كانت في الاول شاكه في المدرسه دي او ان المدرسه دي وراها دوافع غريبه، بس بعد ما بقت تاخد اكل نظيف وتاخد اكل كتير ولقت مدرسين لطفاء نسيت اصلا هي جايه ليه. ولكن الحقيقه ان المدرسه دي كان حاطه كل الناس دول في خطه محطوطه بذكاء، ومن لحظه دخولهم للمدرسه وهم بقوا ضحايا. وهنا بتطبق جمله لو رايت شيء مجاني فاعلم انك السلعه. المهم القريه من لما لقوا فيها جثث الحيوانات والبشر بقت قريه مشهوره، ومش بس اجهزه الامن في بولندا والمانيا اللي مهتمين بيها، بل ان في صحفيين من جميع الدول جو ليها. ماجدة كانت عارفه ان معظم الجثث هي ضحايا قاي، بس متاكده ان مش هو المسؤول الوحيد عن ده، وان السبب الحقيقي ورا كل دول هو الشخص المقنع الغامض اللي حرض اخوها يعمل ده. ولو لقيت بس الشخص ده هتقدر تكشف الحقيقه. وعلى الرغم ان ابوها عارف مين هو الشخص الغامض الا انه حاسس بالرعب، وافتكرت لما سالته وطلب منها انها تسيب القريه تماما وتهرب، ومعنى كده ان التحقيق عن الشخص ده هيخلي حياتها في خطر. المهم المعلومات دي كلها لم تشاركها مع الشخص الالماني ولا حتى مع المحقق البولندي، لانها ممكن يتسبب في حبس اخوها قاي. في الوقت ده لسه الطائفه الغامضه عايزه الدم وشغاله في الخفه، وهي لسه كانت بتفكر المفروض تعمل ايه. فجاه في عربيه غريبه وقفت قدامها، وده خلى ماجدة تبص عليها بدافع الفضول. بعدها بص لها شخص وشه مليان علامات، بعدين العربيه مشيت. افتكرت ماجدة الراجل ده كان اسمه اوجست، واوجست ده هو الطالب اللي كان خد بنيه من اخوها وهو صغير. وعلى الرغم من نظره اوجست الغريبه الا انها ما فكرتش في الموضوع كتير، وراحت تدور على المحقق الالماني. كان عايزه تعرف اي ادله جديده عن كومة الجثث اللي اتوجدت، وساعتها عرفت ان الكهف كان دايما بيجيله فيضانات وكان مليان ميه، وده معناه تحلل الجثث ده، وده معناه صعب يعملوا تحليل DNA او يعرفوا الناس دول مين. بس في شويه ادله عرفوها ان معظم الناس كانوا اشخاص منعزلين او ما عندهمش اللي يهتم بيهم او يسال عن اختفائهم، زي ما تقول كده متشردين على مدمنين. فبعد لما عرفت المعلومات سالها لو كان قاي لسه عايش بجد ولا ايه، بس ما رضتش ترد عليه، بس طلبت منه انه يدي لها الوقت المناسب اللي هترد فيه وتعرفه كل حاجه. لما مشيت ماجدة البولندي كان شايفها، وبالصدفه قدر يجمع الرمز اللي عمل له اسم قاي، وهو مش فاهم ايه السبب اللي خلى الضحيه تكتب الاسم ده، إلى إنه كان متأكد إن في أسرار مخفية عنه، بالذات المحقق الألماني. وبدأ يشك في المحقق ده وما بقاش يثق فيه، وبقى عارف إن المحقق الألماني عنده معلومات محتفظ بها لنفسه. المهم بعد ما مشيت ماجدة راحت للغابة تدور على أخوها، بس ما لقيتش حد موجود. فبدأت تدخل الغابة على أمل تلاقيه، بس لقيت التيشيرت بتاعه مرمى على الأرض. حست بإحساس غريب، بدأت تدور على أخوها في كل مكان لحد ما لقيته كان واقف في النهر، وكانت مرعوبة وهي شايفة دودة العلق في كل مكان في جسده، وشافته وهو رافع المسدس وشكله عايز ينتحر. بس حظه الحلو ان المسدس كان متبل الميه والبارود ما بقاش شغال. خافت، جرت على الميه، سحبته. رجعوا الاتنين للبيت الخشبي، وبدات ماجدة تستخدم السكينه عشان تشيل دوده العلق من عليه، ووضح لها ان الدوده دي بتساعده في تخفيف احساسه في انه عايز دم، بس ما قدرش يسيطر على الاحساس ده لفتره طويله، وانه خلاص زهق من الحياه وما بقاش عايز يعيش فتره اطول. اتضايقت منه ماجدة لما سمعت الكلام ده، بل كانت غضبانه وقالت له ان الشرطه مش هتصدقه ابدا، او ان في ناس لسه عايشين بيشربوا دم البشر، ومحتاج اخوها يساعدها وانه يقبض على الشخص ابو ماسك اسود اللي هو السبب في كل حاجه بتحصل، والا في ناس هتتضرر زياده. لما سمع كم كلامها الواد حس شويه كده بحراره كده، عايز يشجع اخته وحس انه كويس وان ليه لازمه، وقام جاب لها الكتاب من الدرج
والكتاب فيه قواعد القبيلة بتحت الراجل أبو ماسك واداهولها وقال لها إن ده ممكن يساعدها في حاجات. بعدها ماجدة كانت الطلقة اللي خدتها في بطنها كانت بدأت تتعفن. أخوها ساعدها في خياطة الجرح، والاتنين بدأوا يتخيلوا إن الشخص الغريب ده شكله عامل إزاي، ولا ممكن يكون مين أصلا، وإن الراجل الغريب وأبوه الاتنين في علاقة أب وابن ما بينهم جامدة. فكرت ماجدة تدور في القرية على أي أب وابن علاقتهم شديدة مع بعض، بس في الأول لازم تلاقي السواق اللي وصلها لهنا اللي هو ابن عم أدريان، لأن ده الوحيد اللي عارف مكانها ومكان قاي، ممكن يبلغ عنهم الراجل الغريب. أبوها برضه عارف مكان قاي وعارف مكانها، بس مهما كان ده أبوها، هو أي نعم مش بيحبها بس في النهاية مش هيتسبب في موت بنته، فعشان كده أهم حد لازم يلاقوه هو السواق. وكمان في واحد تاني وهو أوجست اللي ظهر من فترة قصيرة. يعني ماشي أوجست ما عملش حاجة غير بس بصة كده على ماجدة، بس حدسها بيقول لها إن الراجل ده وراه حاجة كبيرة. المهم الاتنين وبيظبطوا خطتهم، المحقق الألماني اكتشف إن أبوه انتحر. الخبر ده حطم من المحقق، وبالزيادة اللي حطمه لما عرف إن الشرطة ألغت إنه يشتغل في تحقيق قضية الجثث بسبب انتحار أبوه، لأن الشرطة مشتبهة إن ممكن يكون انتحاره له علاقة بالجثث. فكانت ماجدة زعلانة عليه لأنه مش مجرد صديق، بل صداقة ربطهم من وهم لسه أطفال. كمان أبو ماجدة تحت الشبهات بتاع الشرطة. المهم الشرطة قررت إنها تكتفي مؤقتا بفصل المحقق الألماني، والصحفيين عايزين يعرفوا تفاصيل منه، فبيسيبهم ويروح مكان كومة الجثث. وكان عارف إن انتحار أبوه ليه فعلا علاقة بالجثث دي، ولكن وعد ماجدة إنه مش هيجيب سير قاي. قرر يشيل كل حاجة لوحده زي الراجل. من كتر الضغط اللي عليه مشاهد انفجر في مكان منعزل، طلع كل مشاعره وإحساسه. بعدها ماجدة اتصلت بأدريان تعرف مكان ابن عمه ده فين، بس هو مش عارف، بس عارف فين بيته. قامت ده العنوان، ذهبت إلى المنزل، خبطت محدش رد. قررت تدخل البيت. لما دخلت لقت صور كتير لمراهقين وكمان عينات الدم. ماجدة مش عارفة الحاجات دي هو بيعمل بها ايه ولا عنده ليه، بس كانت عارفة معلومة ان هو شغال في مدرسة فاكرة مشاهد المدرسة. فقررت تستخدم العنوان اللي مكتوب بتاع المدرسة وسافرت لها، بس لقيتها مدرسة مقفولة، الدخول لها صعب. قررت تلف من حتة تانية. لقت راجل عجوز بيصلي عربيات، قال لها بس يا بنتي المكان ده ملكية خاصة، ولو دخلت هتترمي في السجن. في الوقت ده ألونا اكتشفت مكان في سقف المدرسة، مكان سري وما تعرفش إن المكان ده هتسمع بيه سر غريب. هناك بصت ألونا لتحت وشافت شخصين كانوا بيتخانقوا مع بعض. واحد منهم كان صوته شبه صوت مدير المدرسة. المدير كان بيتكلم راجل لابس اسود، ماسك اسود، وده الراجل الغريب اللي احنا مش عارفينه، وبيقول له انتوا هتبوظوا كل حاجة وبسببكم العالم بدأ يحط عينه على المدرسة. والمدير كمان بيقول له ان انت لازم تخلص كل حاجة بسرعة. والمدير قال للراجل اللي لابس اسود ان الكبارات القبيلة لقوا منطقة في الهند مش مسكونة، لما كل حاجة هتخلص ما تقلقش هنطردكم ونودكم الهند تقعدوا في المكان ده. اللي لابس اسود اتضايق لما سمع الكلام بتاع المدير، بالذات ان هو وابوه شغالين هنا من مئات السنين، وان الفرصة اللي هتغير كل حاجة هو الولد قاي. بس الولد قاي هو اللي مش عايز يسيب المكان ولا عايز ينضم لقبيلتنا. والدنيا بدأت خناق ما بين مدير المدرسة واللي لابس اسود، ولونا عاملة كلبة لها زي حالتنا، مش فاهمة بيتكلموا عن ايه ولا اي حاجة زي اللفتة. لما ماجدة عرفت ان ابو الالماني مات راحت تعزيه، بس هو الله انه خلاص اتشالت منه التحقيق في قضيته، ومش بس خسر ابوه بل كمان عاجز عن انه يساعدها. وكان بيلم المحقق الالماني حاجته وماشي، وقال لها قبل ما يمشي ان هو مش محتاج تعزية، محتاج يرجع مكانته. سابها لف وشه وعلى وشك هيمشي، فجأة ماجدة قالت له ان طفلهم لسه عايش. هدي طفلهم ايه؟ وكمان قالت انها بنت وانت حمل اصلا. وكمان ماجدة قالت ان ما شافتش بنتها لان في عيله متبنيها. طبعا انت مش فاهم يا مشاهد ولا انا فاهم، فتبدا تتضح ان كانت ماجدة والمحقق الالماني بيحبوا بعض وهنمشيها متجوزين في السر، وهي كانت حامل، ولكن بسبب ظهور قضيه 97 وموت اخوها قاي وهي كانت عايزه تسيب القريه قاموا انفصلوا. ساعتها كانت حامل. المشكله ان هو مش قادر يسامح ماجدة لانها كانت قالت له انها اجهضت الطفل، وده شاف ان هي بتكذب عليه ولسه لحد دلوقتي متضايق منها وكان مصمم يطردها. بس هي توسلت، احتذرت. المحقق قلبه رق، وقف العربيه في النهايه وركب عربيتها. سالها عن اسم بنته، قالت له فالا. بعد شويه سكوت بدات ماجدة تقول له معلومات عن اللي وصلت له في تحقيقها، بس لسه ما قالتلوش ان اخوها قاي لسه عايش، مخبيه عنه الجزئيه دي. وقالت له في شخص هو السبب في الجثث دي اللي هو ابن الراجل اللي لابس اسود، واخفت اي معلومه عن اخوها. وقالت له ان الاتنين مخفيين الهويه، سواء اللي لابس اسود ولا ابوه،
وكمان ماجدة قالت له إن أبوها عارف من الشخص المجهول ده، بس مش عايز يتعاون ولا مش عايز يقول ولا عايز يحترف. فكر كده المحقق الألماني شوية وقال لها أنا عارف شخص ممكن يساعد، وعارف أبوكي وعارف صاحبه وعارف كل المعلومات. فقاموا راحوا القصر في المدينة. كان في راجل عجوز من زمان، راجل أثري، كان عايش واتولد في نفس الوقت اللي اتولد فيه أبو ماجدة، يعني أكيد عارف معلومات عنه وأكيد عارف صحابه وأكيد بالتالي عارف الراجل اللي لابس قناع اسود. المهم بما إنهم هيلاقوا أدلة هناك، الاتنين دخلين القصر. قام الألماني حط جهاز تتبع على عربية ماجدة من غير ما تعرف. دخلوا وكان العجوز نايم على الفراش. حكى العجوز بقى مشاهد قصة ازاي أرسل اللي هو أبو ماجدة والراجل المقنع جو هنا القرية. قال لك سنة 47 كنت لسه في أعز شباب، كان في فيضان وكان في جثتين بتوع بني آدمين. الناس قالت لك دول ماتوا غرقانين، وناس قالت لك لا ما تفتوش دول ماتوا مقتولين. المهم طلع لا ده ولا ده، طلعوا عايشين هما الاتنين. وواحد منهم سمى نفسه أرسل. بنتنا ماجدة عايزة تعرف المقنع صاحب أبوها ده اسمه إيه ولا شكله إيه. فكر شوية كده العجوز قال والله يا بنتي أنا ما أعرفوش. طب يا حاج إحنا جايين لك ليه؟ ففكر شوية وقال والله يا بنتي إن هو شخصية غامضة ودايما بيلبس قبعة وما كانش عايز حد يعرف هو مين. فكمل برضه والله يا بنتي بس كان في شائعات بتقول ان الاتنين دول مجرمين حرب هربانين. والراجل بدأ بقى ساعتها يكح كحة شديدة، من خلاص قال المعلومات ممكن يموت. الممرضة كانت واقفة وطلبت منهم يبطلوا أسئلة. صحة الراجل مش مستحملة. مشوا من عنده ولسه عندهم شكوك، وكل واحد قرر يدور لوحده لحد ما يعرفوا مين المقنع. المحقق البولندي راح لبول وورى له صورة أبو ماجدة وسأله هل هو ده الراجل المقنع؟ ردوا انه لا. جاب له صورة قاي وقال له طب ده مشترك في قتل الجثث؟ بول بدأ يخاف ويهز دماغه ان ايوه ده مشترك. ساعتها البولندي اتأكد خلاص مفيش كلام، قاي ده لسه على قيد الحياة. وكمان بول أكد له قال له لا ده مش ميت وان هو شافه بعينيه صاحي. فكده أصبح المحقق البولندي بيدور على قاي وعلى الراجل الآخر اللي هو المتنقل. المهم ألونا وهي في المدرسة شافت عربية وقفت قدام باب المدرسة، خرج منها 2 متجوزين. فراحت للمكان المفضل اللي بتسمع منه كل حاجة فوق، ومن شق صغير شافت الزوجين اللي هم أصلا كان أبو ماجدة وأم ماجدة كانوا بيتوسلوا للمدير يعفوا عن بنتهم ماجدة. المدير قال إن مش هينفع يتكلموا في الموضوع طالما أم ماجدة دي قاعدة، فأرسل طلب من مراته وهو متضايق تستناهم بره. لما خرجت بدأوا يتكلموا والمدير قال له إن ابنك السبب في كل اللي بيحصل. حتى المدير نفسه اتأذى وفقد منصبه في القبيلة بقى شيخة. بس المهم إن المدير بيقول إن ماجدة هي اللي شايلة أقوى سلالة مش قاي زي ما احنا كنا فاكرين، وإن ماجدة هي الوريثة وهي المهمة في المسلسل وهي كل حاجة. كمل المدير إن لو أرسل سلموا ابنه قاي فماجدة هتكون بأمان. فرد الأب إن هو ما يعرفش مكان ابنه قاي. فالمدير قال له أنت كده مجيتك ملهاش أي 60 لازمة، وطلب منه يمشي وما يجيش تاني أبدا. تاني يوم ماجدة وأخوها قاي سافروا لرومانيا. ليه بقى؟ لأنها عرفت إن أبوها والراجل الغامض كانوا في حرب هنا ساعة الحرب العالمية الثانية، وهربوا من هنا على القرية بقى اللي بدأت فيها الأحداث كلها. هنا بقى في القرية لما تقعد تدور وتبحث وتشوف الناس اللي شاركت في الحرب العالمية الثانية أكيد هيبقوا عارفين أبوها ولا عارفين صاحبه ولا أي معلومة. فعلا قعدوا يجمعوا معلومات قاي واخته، بس ولا واحد عارف مين أبوهم ولا صاحب أبوهم أصلا. حتى لما وروهم صور لعم أرثر في أوقات مختلفة وهو شاب وهو لسه 20 برضه مش عارفين صورته. فإذا كان مش عارفين أرثر هيعرفوا الراجل الغامض. فكان في واحد عارف ماجدة وعدها إنه هيساعدها. الفكرة إن كده ماجدة وأخوها هيضطروا يقعدوا في رومانيا شوية حلوين كام يوم يعني، والفترة دي أخوها كان معتمد على دم حيوانات كانت ماجدة بتشتري ليه. الفكرة بقى والمشكلة الدم خلص فلازم يرجعوا للبيت، والاتنين خلاص جالهم إحباط. ولكن فجأة بيسمعوا خبط على الباب، وهناك كان الخط جامد، وده كان ابن الراجل العجوز اللي قالها ساعد. وفعلا عرف معلومات مهمة بس لازم هم يجوا معاه لمكان معين. وفعلا ماجدة ما صدقت وراحت معاه وخدت اخوها قاي. هناك وصلوا البرج. اول لما دخلوا قالوا ستوب، ماجدة بس هي اللي تنفع تقابل الشخص اللي عنده المعلومات. لما دخلت لقت ست عجوزة كفيفة هي كمان أثرية، وسألت بنتنا ماجدة تعرفي يعني ايه مجرم حرب؟ ردت ماجدة لا معرفش. فقامت شرحت لها الست ان مجرم الحرب هم الجنود اللي هربوا من الحرب وما رضوش يكملوا فيها بسبب خوفهم يعني يبقوا اسرين جبناء من الاخر. وسالت ماجدة انت عايزه تعرفي عنهم معلومات ليه؟ ردت ماجدة وهي مش عارفه تشرح ومش عايزه تشرح، بس قالت ان في واحد منهم يبقى ابوها. ولما العجوز سمعت كده طلبت من ماجدة ترفع ايدها. ماجدة مش عارفه الطلب ده ليه بس رفعت. فالعجوز شمت ايدها وسالتها تعرفي ايه عن ابوكي؟ ماجدة ما فهمتش تقصد ايه العجوز، ردت انها عارفه حاجات قليله
تقيلة قوي. فالعجوز مرضتش تتكلم واكتفت انها قالت ان كل لما البني ادم يعرف اقل فده افضل، وبدأت تتكلم عن ابو ماجدة ان خلال الحرب بتاع رومانيا خسرت الحرب، بدأ ابوها وصاحبه يهربوا من الحرب عشان خايفين يتأسروا، وده خلى وزارة الدفاع تعلن عليهم مكافأة اللي يقدر يمسكهم او يقبض عليهم. وكمان الست العجوز دي قابلتهم قبل كده، قابلت أرثر وصاحبه. حلو قوي. طب ايه؟ قالت لك الكلام ده كان من زمان قوي، انا ناسيه شكلهم، بس في صوره ليهم. هي بقى ايه؟ هتطلب من حد يدور على الصوره دي. بعدين طلبت من كاي يدخل زي ماجدة. شمت العجوز ايد كاي وفجاه العجوز بقت متضايقه، امرت ان كاي يمشي بسرعه، وغالبا شمت ريحه الدم عليه. المهم بقى البولندي لقى المحقق الالماني، والبولندي كان عايز يعرف مكان ماجدة، فالالماني حكى له كل حاجه ولم يخفي عنه شيئا، كل حاجه يا مشاهد. وكمان قال له انه حط في عربيه ماجدة جهاز تتبع، بس الاشاره بتاعته اختفت فجاه، وشكك ان الالماني ان ماجدة كده شكلها سافرت بعيد طالما الجهاز مش جايب اشاره. لما البولندي اطمن له وحصله بالثقه، قرر هو كمان هيحكي له عن اسراره اللي اكتشفها. فقام خده للمجمع والقاعده بتاعته اللي بيدور فيها في كل الادله وبيعمل فيها فحوصات وتحقيقات. وهناك اتضح ان مش كومة الجثث دي كانت القضيه الغريبه للبولندي، لا ده في 2007 كان حقق في قضيه غريبه. في عام 2007 في الصيف والبولندي بيحقق، اكتشف بالصدفه وهو بيدور على ولد مفقود، اكتشف هياكل عظميه كتير في كهف قريب من سيبيريا، والهياكل دي شبه الهياكل اللي موجوده في كومة الجثث، وكان برضه معظمهم مفهومش نقطه دم، وكان حد سحب الدم منهم. وبالنسبه لنظريه البولندي والشهود بتاعت الناس في سيبيريا في الوقت ده، ان غالبا في طائفه دينيه بتعيش على دم البشر. فالبولندي بدأ يركز واكتشف ان ده مش حصل في سيبيريا بس، لا ده كان في حالات مشابهة في البرازيل والهند وماليزيا وشوية دول تانيين. بس الدول دي كلها العامل المشترك اللي له فيه الجثث كانت معزولة وحتى ما فيهاش ناس. وفي مرة في المكسيك سنة 1977 تم العثور على 22 جثة كانوا موجودين تحت نافورة. ساعتها الشرطة قدرت تعرف مين اللي عمل ده، ولكن لما بدأوا يقبضوا عليه اكتشفوا ان الشخص ده اقوى وبيتمتع بقوة اكبر من البني آدم العادي. من خلال الفحوصات والحاجات والبتاع اكتشف البولندي رمز خاص، غالبا كده في ربط ما بين الرمز والجثث اللي ماتت. بعدها البولندي قال للمحقق عن المعلومات اللي عرفها عن كاي، وان البولندي شكك ان كاي مش لسه على قيد الحياة بس، وانما كمان عضو في الطائفة اللي بتتغذى على الدم. المحقق البولندي عايز صديقه يساعده في انه يدور على ماجدة اللي هيعرفه من خلالها يجيبوا كاي، لان هو الوحيد اللي هيقدر يكشف حل كومة الجثث دي. اما ماجدة ما عرفتش تجيب ادلة جديدة، قررت ترجع القرية مع اخوها، وعشان تحمي اخوها من الشرطة خدته البيت ادريان وكذبت عليه وقالت له ان ده يبقى ابن عمها من بعيد مش من قريب. وادريان كان مستغرب لان ده شبه كاي بالظبط، ليها شبهه ازاي؟ ماجدة مرضتش تتكلم زيادة، ادريان مرضش يضغط عليها. بعد ما ماجدة ظبطت كل حاجة لاخوها طلبت من ادريان يعرفها لو عرف اي معلومة عن ابن عمه مارك، وكمان قالت له ما يقولش لحد عن كاي. بعد ما خلصت كلامها ركبت عربيتها ومشت، بس كان الالماني بيراقبها ودخلها العربية من غير ما تتوقع وحط قدامها الكلبشات. سأل ماجدة هل هو كاي لسه عايش؟ وهل هو اللي ورا كومة الجثث دي كلها وهو اللي قتلهم؟ ساعتها ماجدة ما كانتش عارفة هو عارف المعلومات دي منين، بس عرفته ان في حد هو العقل المدبر للموضوع ده كله، وهي بتدور حاليا عليه دلوقتي. لما نلاقيه يبقى نقول لك. ايوه مين يعني؟ قالت له غالبا شخص اسمه اوجست اللي لازم ندور عليه وما تسألش على حد تاني، ووعدت لما تلاقي الاجابات مش هتخفى عنه اي حاجة ولا حتى سر. بعد شوية تفكير ملاش حل تاني، قال لي يوافق لان كان عارف اوجست ده، كان عارفه زمان، اللي كان كاي ضربه بالبناء في المدرسة هتك عرض وشه. لو بعديها اوجست كان قاعد في المزرعة، ماجدة كانت مشتبهة فيه ان هو الشخص الغامض اللي بيلبس اسود، والشخص الغامض ده في علامة مشاهد ان صوابعه مقطوعة، فحبت تعرف. هددته انه يشيل القفازات او الجوانتي وينزل الشاكوش، بس كان باين على اوجست انه مرعوب من ماجدة. نزل الشاكوش خلع الجوانتي. لما ماجدة شافت صوابعه ال10 ان مفيش فيهم مشكلة طلعته من قائمة الاشتباه، بس فجأة اوجست كان خايف وقال لها ان هو ما قالش لحد، وتوسل لماجدة انها تسامحه. يا ابن العبيطة انت ماجدة مش فاهمة حاجة، هو بيقول كده ليه؟ فسألها هو انت مش فاكرة حاجة من زمان؟ وان هو لما كان بيضايق اخوها كاي
هي اللي ضربته بالبنيه في وشه، وبيحكي وماجدة مش مصدقه في صدمه. بعدين رجعت لبيت امها وابوها ورمت المشروب بتاع امها الشمبانيا اللي دايما تشربها، وطلع ان هو دم. في اللحظه دي عرفت ان عيلتها كلها وحوش وعايشين على الدم. لما شافوا رد فعلها ابوها حاول يقرب منها يواسيها، بدا ارثر يحكي كل القصه بالتفاصيل، واتضح ان ماجدة فيها اقوى سلاله دم في القبيله كلها، وده كان بيميزها انها ما تحسش انها محتاجه للدم زي التانيين. وكمان القبيله ما كانش فيها اي واحده انثى لمده 100 سنه، القبيله كلها بتدور على اي واحده انتايه، بيحاولوا كده يعملوا خلفه علشان القبيله تكمل في السلاله. فعشان اهل ماجدة يحموها من القبيله كان لازم يقدموا تضحيات. قرروا يضحوا بقاي اللي كان اساسا مسؤول عن حمايتها من وهي لسه صغيره، والعيله دلوقتي ما بقاش فيها غير ماجدة البنت الوحيده اللي تقدر تعيش حياه طبيعيه. وابوها قال لها انها تبعد عن التحقيقات، والطريقه الوحيده انها تهرب من الخطر ده انها تسيب المكان بسرعه تبعد عن كل القرف، وكمان ما تشربش دم. ساعتها ماجدة هتبقى حالتها كويسه. هي ما عرفتش تقول ايه ولا عرفت ترد، سابت البيت ومشت ساكته، وبعتت الصور اللي لقيتها في بيت مارك للالماني، وشافوها المحققين، شافوا الصور وقدروا يتعرفوا على بنت من اللي موجوده في الصور، كانوا شافوها جثث الضحايا اللي كانت في الكوم، وبقى مارك محطوط في قائمه المشتبه فيهم. فعشان كده الشرطه قررت هتدخل المدرسه وتحقق فيها. لما وصلت القوات الخاصه في الموقع قامت اقتحمت البيت المهجور، كان صاحبه كان سايبه من زمان، ولقوا انه جواه نفق، وقطعوا البتاع اللي مغطي النفق، وفعلا الفريق بينجح انه يفتح النفق ده، ولكن البيت بينفجر على الفور. والواضح ان كان في شخص متوقع ان الشرطه جايه، وبسبب كده الشرطه ادت اوامر ان كله ياخد باله، وقامت امرت بتوجه الى المدرسه على طول عشان سلامه الطلاب. ومن غير ما الشرطه تعرف كانت المدرسه اصلا ادت للطلاب زجاجات فيها لبن، بس كانت قالونا كده دايما بتسمع كلام وطراطيش، عرفت يعني ان اللبن ده في حاجه، فحذرت صاحبتها ورموا اللبن على الارض. اما الطلاب التانيين شربوا من غير ما يعرفوا، وساعتها بداوا يكحوا بقوه، وبعدين وقعوا مرميين على الارض من غير اي حركه. ولما لونا شافت ده بدات تجري وتهرب بسرعه. اما المدرسين لما اتاكدوا ان الطلاب ماتوا قاموا دخلوا وانكشف حقيقتهم العار، انهم عاملين فيها مدرسين لطفاء وهم داخلين بسلاح. وبشكل غير متوقع كان في ناجي تاني غير ألونا اللي هي صاحبتها، وبما ان المدرسه مشاهد مغلقه ألونا ما فيش مكان فيه تهرب، فاستنت موتها بيأس، ما فيش حاجه تانية تعملها. فجاه سمعت صوت جنبها، الراجل كان لابس اسود، قال لها انها لو ساعدته وجابت له كيس الدم هياخدها معاه ويهربها. ألونا اللي فاقده الامل جرت ناحيه المستشفى بتاع المدرسه وجابت منها كيس دم، ده لقيته من شق في الباب. انحنى الراجل اللي لابس اسود، بدا يشرب في الدم اللي على الارض. بعد فتره قليله ضرب الباب برجله ودمره، وقال لها انت شوفي لك حاجه تانية وبعيد عنك، وخرج وما عملش حاجه غير بص على لونا وسابها. وكانت ايده اليمين ماسكه طاقيه وفي عدد من صوابعه مش موجود، وان هو ده بقى الشخص اللي ماجدة بتدور عليه طول المسلسل. هو تم حبسه هنا بسبب خلاف مع المدير. افتكرت لونا ان هو هيوفي بوعده ويهربها، بس ده عند امها مش موجود هنا. وبشكل غير متوقع خرج قفل الباب جامد وراقبها بكل هدوء، وهو كان في شخص بيخنقها لحد الموت من مدرس جوه. الشرطه لما وصلت للمدرسه كان الكل مات، حتى ألونا بنفسها بقت جثه، الا الوحيده صديقه لونا كانت عايشه وعرفت تهرب، وما قدرتش تساعد صاحبتها ولا تظهر تاني بسبب الرعب اللي في المكان ده. في الوقت ده الشرطه خلاص بقت شاكه في مايكل في القضيه بتاع تورط الجثث دي، بس بسبب ان هو مختفي راحوا يدوروا في بيت ادريان، لان مارك كان مصاحب ادريان كتير وبيحتني بيه. وساعتها كان هيكتشفوا مكان قاي اللي مستخبي عند ادريان، بس كان مستخبي فوق فما عرفوش يكشفوا مكانه. ولسه الضابط برضه عايز معلومات، بس فجاه اتصل مارك على ادريان. بسرعه الضابط عمل له اشاره انه ما يتكلمش ان الشرطه موجوده هنا. كلم مارك ان محتاج من ادريان فلوس، وقام اداله عنوان عند ورشه حداده ويقابله هناك. في خلال نص ساعه بعد ما عرفوا المعلومات كله جري ناحيه الورشه، كانوا محتاجين يقبضوا على مارك، حتى الالماني عاوز يقبض وبيعمل كمين، والشرطه كل واحد منهم خد الموقع بتاعه وحطوا ادريان، كلهم منتظرين ومستنين ان مارك يقع في الفخ. ولكن استنوا اكتر من نص اليوم ولم يظهر اي حد. هل بقى مارك حس بحاجه فما رضيش يجي ولا ايه؟ اما ماجدة جات لها رساله من الست العجوز اللي كان بتشم الايادي، بعتت لها الصوره بتاعت زمان بتاع ابوها والشخص اللي معاه، واخيرا هتكشف هويته اللي كان لابس اسود، ويطلع ان الشخص اللي عامل الحوار ده كله هو ادريان. فمن الخوف بتاع ماجدة على سلامه الالماني قررت انها مش هتقول له، وراحت بهدوء لبيت ادريان لان اخوها هناك. بس تصرفات ماجدة الغريبه خلت الالماني يركز معاها. لما رجعت لبيت ادريان كان الجو ضلمه، وفضلت تدور كتير وما لقيتش اي حد. بعدين في ممر سر بيظهر بعد ما صورتها ظهرت على
على كاميرا المراقبة شكله أدريان كان عايز ماجدة تدخل، وطبعا من دون تردد عشان تنقذ أخوها قامت دخلت ماجدة النفق، وهناك كان مارك وكاي كانوا مربوطين. بعد لما دخلت عرفت ماجدة إن مش أدريان هو الشرير وإنما أبوه ديمكو، وإن من سنين فاتت لما أدريان فقد رجله طلب ديمكو من حد إن يجي ياخد ابنه بعيد، وديمكو ما تقدمش في السن لأنه كان عايش على دم البشر، وعشان يخفي هويته الحقيقية كان عايش تحت اسم ابنه أدريان. أما الراجل اللي لابس اسود برضه اللي احنا مش عارفين هو مين يبقى ابن ديمكو التاني ويبقى أخو أدريان. أما مارك ما كانش ابن عمهم، لا ده كان واحد يتيم ديمكو كان اتبناه من المدرسة واستخدمه يعني الغذاء بتاعه، كان لما بيجوع يمتص دمه. بس في النهاية مارك خانه بقى، راح للمدير وانحاز لي. المدير عقابا على كده قام حبس ابن ديمكو، فعقابا لمارك كان ديمكو هيقتل مارك النهارده. اما الصراع اللي داير ما بين مدير المدرسه وديمكو يبقى هو السبب فيه كاي، لان ديمكو ده مشاهد خلاص استقر هنا حياته وشغله هنا. لما المدير اكتشف كوم الجثث ما شالش المسؤوليه ورمى اللوم كله على ديمكو وابنه. ديمكو مش مهتم بقى تشيل مسؤوليه ما تشيلش، المهم كاي اسير عنده وعايز ينقله في مكان تاني ويعمل قبيله. ولكن في اللحظه دي بيتم القبض على ماجدة من الراجل اللي لابس اسود، وبعدين ربطها هي كمان على الكرسي. سالت ماجدة عن مكان ادريان، فابوه قال ان ادريان ده يعني خيب ظنه شخص ملوش لازمه ويعتبره من الاشخاص الذي ليس لهم عازه، يموت بقى والله يحصل له اللي يحصل له، زيه زي ماجدة اللي كمان ملهاش لازمه وتستعد بقى لموتها. بعدين بيقف ورا مارك وبيكسر رقبته وبيستعد عشان يقتل ماجدة، فبيدخل الالماني في الوقت المناسب لانه كان حاسس ان ماجدة في خطر، فتتبع الجهاز بتاع المراقبه في عربيتها، وحسن حظه انه وصل دلوقتي في الوقت المناسب. فبسرعه ماجدة قالت له يضرب بالنار، انت لسه هتفكر؟ لان اللي قدامه ده مش ادريان. المحقق ما استجابش ومتشتت، فالسكينه دخلت من ظهره واتضح ان ابن ديمكو هو اللي طعنه. لما المحقق كان مشتت اتقتل بالطريقه المهينه دي من الظهر. ديمكو عرف ان خلاص ما ينفعش يفضل موجود، فضرب كاي علشان يغم عليه وحطه في تابوت. بعدين طعن ماجدة علشان عايزها تخسر دمها بالبطيء وتموت. بعدها سحب صندوق التابوت. اما المحقق اللي كان واقع على الارض مسك بايده ماجدة وبص للست اللي حبها طول حياته، واستخدم اخر قوه عنده عشان يطلب من ماجدة انها تشرب دمه، لانه غالبا عارف انها مش شخص عادي وان دي الطريقه الوحيده اللي هتقدر تهرب بقى من هنا. لما ماجدة عرفت ان الالماني مات خلاص انهارت تماما وانحنت فعلا علشان تشرب من دمه اللي على الارض، وفعلا يتغير بؤبؤ عينها وانتشرت موجه من القوه في جسدها. الراجل ابن ديمكو وهو بيجمع حاجته مقرر انه هيمشي، وقفت ماجدة في نص طريقه، سحب السلاح عشان يدافع عن نفسه، ولكن لما ماجدة قربت منه فبدأت غريزة القبيلة تسيطر عليه. ايه بقى الغريزة دي؟ ان اي انثى من القبيلة بتاعت مصاصين الدماء عندها دم نقي ما يقدرش اي راجل في القبيلة يأذيها، وهو ما توقعش ان تظهر انثى من نوعهم، دول كانوا بيدوروا عليها من زمان ومن مئات السنين، ولكن ماجدة ضربته ضربة قاتلة اتقتل فيها. ديمكو لما شاف ابنه ميت ما بين ايدين ماجدة جرى عليها يقتلها وغضبان، ونظرا ان مكانة ديمكو اعلى من مكانة ماجدة في القبيلة فما كانش خايف، وماجدة اللي عمرها ما شربت دم بشري كانت حاسة بقوة اعلى بكتير، فضربت راسه مرة والتانية في الحيطة. بعد ما ماجدة خلاص قضت على ديمكو قامت ضربته كمان بالنار عشان تتأكد انه مات. بعد ما خلصت ماجدة كل حاجة خرجت بره، فتحت التابوت. لما كاي شاف اخته مليانة بالدم عرف ان في حاجة حصلت لها، ولكن في اللحظة دي بيظهر 2 رجالة لابسين اسود كانوا من القبيلة، ومنهم واحد كان مدير المدرسة. ساعتها ماجدة شمت ريحتهم وعرفت انهم من جنسها، وعشان تحمي كاي صوبت المسدس عليهم، هددتهم انهم ما يقربوش، وبدأت تاخد كاي وتهرب. ماجدة ما تعرفش ان الاتنين دول اصلا مستغربين ان في انثى من قبيلتهم وبقى عندها القوة دي، لدرجة هم واقفين مندهشين ومش عارفين يعملوا ايه. بعد ما ماجدة مشت قاموا الاتنين بلغوا عن اللي شافوه، فجات لهم اوامر يدمروا بيت أدريان. والمفروض في الأجزاء الجاية ماجدة بعد كده تتعرف على بنتها وحوارات كبيرة، ولكن الجزء الثاني لسه ما اتعملش. اتأكد ان انت عن متابعة على الانستجرام عشان لما الجزء الثاني يجي تعرف. غير كده سلام يا مشاهد.